كيفاش تتحكم في العقل الباطن. العقل الباطن هو أعقد وأقوى نظام تحكم في الجسم. العقل الباطن هو داك الجزء المخفي من دماغنا اللي كيتحكم في تصرفاتنا وقراراتنا وحتى المشاعر. لما كنحسوا بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش كنكرر نفس الأخطاء، علاش كنلقاو راسنا مترددين في بعض القرارات. السر كاين في العقل الباطن. هذا الجزء من العقل هو اللي كيتحكم في الأمور اليومية اللي ما كنعطيوهاش أهمية، بحال اختياراتنا للطريق في الشارع أو رد فعلنا تجاه المواقف معينة. العقل الباطن هو أعقد وأقوى نظام تحكم في الجسم، بحال سوبر كمبيوتر كيخدم بلا ما كتوقف، وكيدير 95 من قراراتنا ديالك بلا ما تكون واعي بها. باش تفهموا مزيان خصنا نعرفوا كيفاش كيخزن المعلومات وكيفاش كيأثر على حياتك اليومية. هذا الفيديو غادي يعطيك فهم عميق على كيفاش كيخدم العقل الباطن، كيفاش كيأثر على حياتك اليومية، وشنو تقدر دير باش تستغل قوته لصالحك. إذن خليونا نغوصوا في هذا الموضوع، نكتشفوا كيفاش نقدروا نغيروا حياتنا من خلال تغير طريقة تفكيرنا. كيفاش كيتم برمجة العقل الباطن؟ العقل الباطن كيتبرمج عن طريق تكرر والمشاعر قوية. أي فكرة كتعاود كتقولها لراسك بزاف، وخصوصا إلا كانت مرتبطة بإحساس قوي بحال الخوف أو الفرحة، كيدخلها العقل الباطن وكيولي يتعامل معها كحقيقة. مثل إلا كنت كدير جملة إيجابية يوميا بحال أنا قادر ننجح، ومع الوقت كتحس بها بصدق، العقل الباطن غيبدا يخدم باش يحقق وغادي يواجه تصرفاتك وأفكارك نحو النجاح بلا ما تحس. نفس الشيء كيوقع مع أفكار سلبية، حيث إلا برمجتيها على أن فاشل غادي تعاود أو غادي يبدا يلقاك مبررات باش تبقى فاشل. الحل ركز على الجمل إيجابية وكررها يوميا بالإحساس والصوت، وغادي تشوف تغير. كيفاش العقل الباطن كيأثر على قراراتنا اليومية؟ العقل الباطن بحال قبطان خفي اللي كيواجه سفينة ديال حياتنا. لما كنحسوا أي فكرة كتتخزن فيها مع التكرر والمشاعر كتولي قاعدة كتأثر على تصرفاتنا وقراراتنا اليومية بلا وعي. مثال، إلا كنت من الصغر كتعاود تسمع الفلوس صعيبة تجيبهم، غادي تلقى راسك كتكافح باش تربح فلوس. وحتى إلا جاتك فرصة ذهبية ممكن ترفضها بلا ما تفهم علاش، حيت العقل الباطن كيأمن أن الفلوس صعيبة. نفس الشيء إلا كنت مبرمج أنك إنسان محبوب، غادي تلقى راسك كتتصرف بثقة وكتجذب الناس بلا مجهود. باش تبدل هذه البرمجة خصك تكون واعي بالأفكار اللي مسيطرة عليك، وتبدأ تبدلهم جمل إيجابية تكررها كل نهار مع الإحساس الحقيقي بها. ومع الوقت غادي تولي قراراتك تلقائية، ولكن هذه المرة في اتجاه اللي بغيتي. كيفاش تقدر تعيد برمجة العقل الباطن؟ إذا كنت باغي تبدل حياتك خصك تبدل البرمجة اللي عندك في العقل الباطن. كيفاش العقل الباطن بحال الأرض اللي كتزرع فيها، غادي تحصدو. إلا كان مخزون فيه أفكار سلبية، حياتك غادي تمشي في ديك الاتجاه، وبرمجتيها بالأفكار إيجابية غادي يولي يخدم في صالحك بلا ما كتحس. سر تكرر الإحساس كل نهار، كرر جمل إيجابية بصوتك، حس بها وكأنها واقعة، وتخيل النجاح قدام عينيك. العقل الباطن ما كيميزش بين الحقيقة والخيال، غير اللي كتعطيه غادي يبني عليه بدل الأفكار اللي كتعطي لك. زرع أفكار جديدة وغادي تشوف كيفاش حياتك كتبدل خطوة بخطوة. العقل الباطن هو المفتاح الخفي للنجاح، لأنه كيواجه أفكارك تصرفاتك بلا ما كتحس. فاش كتستغلو لصالحك خصك تعطيه تعليمات واضحة وإيجابية. كيفاش؟ أول حاجة ركز على أفكار اللي بغيتيها ماشي على مخاوف. العقل الباطن ما كيميزش بين الإيجابي والسلبي، غير اللي كتكرر عليه غادي يخدم به. مثال، بلا ما تقول ما بغيتش نفشل، قول أنا غادي ننجح. كيفاش تستغل قوة العقل الباطن باش تنجح؟ ثاني حاجة استعمل تخيل. كل يوم خصك تتخيل راسك محقق هدف ديالك وتحس بالإحساس ديال النجاح. هالطريقة كتخلي العقل الباطن يصدق الحلم وكيواجهك تلقائيا
باش يحققوا. وأخيرا تكرر هو السر الجمال إيجابي والتصور اليومي والاستمرار في التفكير بطريقة ناجحة. كلهم كيغرسوا البرمجة اللي غادي تخليك تاخد قرارات صحيحة وتوصل أهدافك بسهولة. باش تزيد تفهم العقل الباطن هو كبر وأعقد نظام تخزين في العالم. نتعامل مع كم هائل من المعلومات بلا ما كتحس، كيقارنوها الجبال الجليدي لجزء اللي فوق الماء هو الوعي، ولكن الجزء الكبير اللي تحت هو العقل الباطن اللي كيدير 95% من العمليات اللي كتحكم حياتك في الدماغ. كاين حوالي 100 مليار خلايا عصبية، وكل خلايا كترتبط مع الآلاف الخلايات أخرى، وكيقدروا يشكلوا مئات تريليون من روابط العصبية. هادشي هو السبب اللي كيخلي العقل الباطن يخزن كل حاجة تعرضتي ليها في حياتك، من الذكريات والمشاعر والتجارب وحتى الأفكار اللي مرتي عليك بلا ما كتعطيها أهمية. العقل الباطن كيخدم بطريقة اوتوماتيكية، حيث كيجمع وكيحلل المعلومات بلا ما كتحتاج تفكر. مثال، إلى تعلمتي سياقة في أول تكون مركز، ولكن من بعد كتصبح بلا وعي، حيث العقل الباطن حفظ الحركات والقرارات. نفس الشيء كيوقع مع العادات، الخوف والثقة والنجاح. عدد ملفات اللي كيخزنها العقل الباطن غير محدودة، ولكن الدماغ كيدير فلتر وكيحتفظ بالحاجات اللي عندها المشاعر قوية واللي تتكرر بزاف. لذلك إلا بغيتي تبرمجو بطريقة تخدمك، خصك تكرر أفكار نافعة بإحساس قوي باش تولي جزء من طريقة تفكيرك بلا جهد. وكتكون هذه أعظم قوة إلهية من عند الله عز وجل اللي خلقها في الإنسان. تحكم في حياتك، العقل الباطن هو اللي كيشكل الواقع ديالك. إذا فهمتي كيفاش كيخدم غادي تولي كتختار حياتك بلا ما كتخلي البرمجات قديمة كتتحكم عليك. إعادة البرمجة عقلك الباطن غادي تقدر تكون الشخص اللي بغيتي تكون وتحقق أهدافك اللي حلمتي بها. إذا وصلتي هنا ما تنساش متابعة ولايك وبارتاج، نزيد نطور المحتوى ونعطيك إن شاء الله.